اهلا بيكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده هنتكلم ازاي تتحكم تحكم كامل في فلكس كونتكست، بمعنى ان احنا نستخدم حاجه زي الكنترول نت بالظبط علشان نقدر نتحكم في الصوره بتاعتنا وتطلع بكذا ومختلف المواضع. فعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا. اول حاجه هنبدا فيها بالنسبه للجزء بتاع هاجينج فيس، نجيب الحاجه دي منين والحاجه دي عباره عن ايه. اولا دي اللوره ديت زي زمان كده في فلكس اول لما نزل كنترول نت لورا. فهو الراجل المحترم دوت منزل 3، منزل ديبس ماب ومنزل بوز ومنزل لاين ارت زي ما وريتك في اول الفيديو كده. فكل اللي عليك بكل بساطه انك مثلا تدخل على ريفرنس بوز. بعد ما بتدخل هنا هو مديك الحاجات اللي تقدر تعملها بالموديل ده، جميل، ومديك التريجر وورد اللي انت هتستخدمها في البرومت عشان يطلع لك الصوره. مش محتاج تكتب بس غير الجزء ده، عايز تضيف اضافات ممكن تضيف اضافات، ولكن هو دوت الجزء اللي انت عايزه. طب هيدينا ايه كمان؟ لو دوستك على كلمه فايلز اند فيرجن هتلاقي في حاجتين. اول حاجه هتلاقي فولدر فيه الورك فلو اللي انت هتستخدمها، وهتلاقي اللورا اللي احنا بنبدا برضو نستخدمها. فانت هتحمل اللورا تحطها جوه فولدر اللورا جوه كونفي اي، وهتخش جوه الورك فلوز وتحمل الورك فلو. جميل. بعد ما بتحمل الورك فلو بتاخدها بتسحبها جوه كونتكست، بتبدا تشتغل في الورك فلو اللي احنا شغالين عليها، الورك فلو المعتاده اللي انا ببقى شغال عليها على طول. ولكن انت الورك فلو هتبقى مختلفه شويه، ممكن يعني تبص لو انت عايز تستخدم حاجه من اللي عندي انا فممكن تعمل كده، ولا انا ببقى سايب على طول الورك فلو ديت موجوده في بيتشين. يعني نقدر نعمل ايه بقى بالورك فلو دي؟ زي ما انت شايف انا اقدر استخدم اي صوره انا عايزها، اخد منها الوضعيه بتاعتها، اديله اي صوره موجوده عندي على الجهاز، هو بيدمج الاثنين في بعض، وبقدر استخدم اي واحده من دول. اقدر استخدم ديبس، اقدر استخدم اوبن بوز، واقدر استخدم لاين ارت. وبعد كده بقوم جاي كاتب له هنا مثلا ريف كنترول بوز عشان انا بستخدم اللوره بتاعه البوز. انا كاتب دي اضافيا ولكن ملاش اي لازمه، ممكن تشيلها عادي ما فيهاش مشكله. وبعد كده بتدوس رن، وزي ما انت شايف بياخد الصوره الاصليه، بياخد الصوره بتاعه البوز وبيبدا يبقى. تعالى اوريك كمثال تاني. لو انا جيت دوست هنا في التشوز وقمت جاي داخل على عايز مثلا صوره معينه، تعال نختار برضو صديقي عصام بس باوتفيت مختلف شويه. جميل. وبعد كده بقوم انا جاي دايس على كلمه رن، فهو بيقوم جاي عامل الصوره زي ما انت شايف كده، هيحط صورته هو وهيحط البوز اللي احنا مختارينه، وهيدخل هنا في البروسيس هياخد الكاركتر اللي موجود في الصوره ده ويبدا ان هو يعمل منه صوره. والموضوع زي ما انتم عارفين سريع مش بطيء، وطبعا كونسيستنت جدا ومحافظه على الشكل العام بتاع الشخصيه بتاعتنا. وطبعا انا بقيه الورك فلو بتدخل بتعمل اب سكيل للصوره لو انا محتاج حاجه زي كده. جميل. يبقى ديت الحاجه اللي تقدر تعملها. تقدر تعمل ايه تاني؟ زي ما قلت لك برضو تقدر تغير البوز بقى يعني احنا غيرنا الصوره، تقدر تغير البوز اللي انت عايز تغيره. يعني كمثال لو انا دخلت هنا ايمج تو مانجا وعايز اخد مثلا اي بوز تاني، فلنفترض بوز زي دوت، برضه بتقوم جاي دايس على عايزين واحد اخف شويه. حاول دايما ما تبقاش معقد قوي في البوزز اللي انت بتعملها علشان ما تبقاش يعني ما تبقاش الصوابع داخله في بعض وكده، لان اوبن بوز هو بيشتغل على قد ما يقدر. تمام. وهنخلي على نفس الصوره دي. طبعا هو هنا خلص الصوره بالجزء بتاع الاب سكيل بالحاجات دي كلها. فاحنا عندنا فلكس كونتكست اصلا جودته كويسه جدا بتاعتنا احنا، يعني زي ما انت عارف احنا الاب سكيل بتاعنا بيودي الصوره في حته تانية خالص. جميل. حتى الصوره يعني هو ظبط الصوره الاصليه كمان بالمره. طيب دلوقتي احنا هنغير، احنا معانا نفس الصوره بس هنغير شكل البوز، فبالتالي لما بنيجي ندوس كلمه رن هيبدا يكرييت البوز الجديد بتاعنا. جميل. وهيبدا ان هو يحط الاثنين جنب بعض في نفس الصوره. لو انت مش عايز تعمل البروسيس دي كلها تقدر تعملها فوتوشوب مثلا، ولكن هي في الورك فلو ديت هو بيدمج لوحدها، بيدخلوا وبيبدا ان هو ياخد الكاركتر، بياخد البوز بتاعه ويبدا ان هو يحطه في الصوره. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع اوبن بوز. طيب مثال كمان، احنا هنا هنستخدم اللاين ارت وهنحط اللاين ارت بتاع الصوره ديت، وهنستخدم الكاركتر بتاعنا اللي هو الراجل دوت. وبعد كده المفروض هو يبدا يدينا نفس الملامح بتاعت الشخص دي بس على بس على الارت اللي موجوده هنا يعني. تمام. انت تقدر تعمل حاجات غريبه جدا بيه، بس هو الفكره كلها انك انت معاك اداه كنترول نت تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. طيب لو انا عايز الصوره دي تبقى كويسه، مش عايزها تطلع بالشكل ده، يبقى افضل واحد فيهم استخدمه مين؟ افضل واحد هتستخدمه بالنسبه لي انا شايف كل دول بس يعني حاجات ممكن تستخدمها في مواقف معينه، ولكن افضلهم هو ده اللي هو الاوبن بوز. لو انا فتحت اوبن بوز في الجزء دوت كده واديته التفاصيل بتاعته وظبطتها ودوست ران، تعال نخلي اصلا الجزء بقى بتاع
تعال نخليها اللي هي كنترول بوز في البرومبت، وتعال ندوس ران مره كمان. كده هو بياخد بس الوضعيه بتاعه الشخص اللي موجود. فاهم الفكره؟ ده افضل شيء. بعد كده انا هكنسل لان انا ما سحبتش دي وحطيتها هنا. خلي بالك من الجزء ده، وندوس ران. هو هياخد الصوره اللي موجوده هنا وهيقوم جاي محاول مطلع لك البوز بتاعها. لو ما طلعش من اول مره سهله يا عم، دوس سكيب، غير السيد ودوس رن مره كمان. لو ده ما طلعش برضو افتكر ان انا اصلا محتاج ان انا اجيب اللوره بتاعه بوز. ايوه كده، ده انا نسيت ان انا اعمل حاجه زي كده. في حاجات صغيره قوي الواحد لما بيعملها ممكن ينسى يعملها، فبالتالي النتيجه تطلع غريبه. انما لما تيجي تصلحها بتلاقي النتيجه طالعه مظبوطه. وزي ما انت شايف بص، اول لما يبدا يشتغل المفروض كل حاجه تبقى تمام، وهيحاول انه يطلع نفس الكاركتر ده. خلاص كده انت بقى معاك اداه قويه كمان للترسانه بتاعتك. و ده كده كل حاجه تخص الموضوع بتاع النهارده. كده في حاجات تحكم فيه طبعا لورز اكتر بكتير. يعني عندي الفولدر بتاع كونتاكس فيه بتاع كتير جدا، وكونتاكس جوه كونتاكس كل واحد فيهم بيعمل تاسكايه، كل واحد فيهم بيعمل حاجه غريبه. فكره انك انت عندك تحكم كامل في انك تعمل اللي انت عايزه، دي ناس في ناس بتحب ده. انا بحب كده، انا بحب دايما ابقى ان كنترول. ما احبش ان انا استخدم حاجه تقول لي ليك ليميت معين تعمل كذا تعمل كذا. ده الحاجه اللي انا بحبها، ودي الحاجه اللي انت جاي القناه هنا علشان تتفرج عليها. خلاص لما بتيجي تتفرج هنا انت بتتفرج على حد بيعرض الحاجات اللوكال اللي بيبقى ليك تحكم فيها عندك على جهازك. لو انت جاي لسبب تاني المكان ده مش مناسب ليك. بس يا سيدي ده كل حاجة بتخص النهاردة. فلو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس. وبحب اشكر كل الناس اللي بتدعمني على باتريون، بجد شكرا ليكم جدا جدا جدا، واتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.